وسهلا بكم متابعي قناة أخبار عربية ومعلومات. اللاعبون يخرجون من الجزء الأول من الموسم الذي لا يزال صعبا جدا نظرا لأن لديهم جميعا إيقاعات محمومة في أنديتهم، لكن بشكل عام إذا أردنا أن نتحدث عن لاعبين أو 3 لاعبين وصلوا مصابين، فلدينا بقية المجموعة الذين يقدمون أداء جيدا جدا والذين يتدربون فعليا بشكل مكثف. حاليا في قلب الاتحاد لدينا حكيم زياش الذي وصل مصابا بإصابة بسيطة في الكاحل ولكنه في مرحلة العلاج معنا. ثم لدينا القائد رومان سايس الذي أصيب بالتواء في الكاحل في 20 من ديسمبر. هو نفس الأمر، لقد اتخذنا جميع الاحتياطات اللازمة. لقد جاء إلى هنا في وقت مبكر جدا حتى قبل الاجتماع لتلقي العلاج في مقر الاتحاد الرائع. ونفس الأمر في الأسبوع المقبل يجب أن يستأنف التدريب بشكل طبيعي مع المجموعة. والثالث الذي طلب مني زيارة نادي بايرن ميونخ هو السيد مزراوي. بمجرد أن توصلنا إلى اتفاق مع نادي بايرن ميونخ حتى يمكنه متابعة التأهيل في الأيام الأولى من يناير في النادي بسبب إصابة في ساقه، وهي إصابة كبيرة نسبيا في الساق. توصلنا إلى اتفاق بفضل الاتحاد المغربي لكرة القدم، توصلنا إلى اتفاق مع النادي حتى يتمكن من الانضمام إلينا في 10 من يناير تقريبا، وأن نتولى مسؤولية علاجه وهو أيضا. لذلك من المحتمل أن يغيب عن المباراة الأولى أو الثانية، لكنه سيشارك في المباراة الثالثة وبقية المباريات كما آمل، لأن الإصابة كانت كبيرة، ولكن لدينا الوسائل اللازمة لعلاجها بشكل جيد وحتى يتمكن من أن يكون جزءا من المجموعة الرئيسية معنا. نعم الحمد لله، لقد كنا معا لمدة أسبوع تقريبا. الأمور تسير بشكل جيد للغاية، ونحن نستعد جيدا في ظروف جيدة جدا كالعادة. الجميع في غاية التركيز والإثارة تتزايد شيئا فشيئا، لكن في الوقت الحالي والحمد لله نحن نعمل بشكل جيد جدا. إنها صفحة ستظل محفورة مهما حصل، لكننا لا نستطيع الاعتماد على ذلك فقط، على الماضي فقط. بالنسبة لكأس أفريقيا هذه يجب أن نضع كأس العالم جانبا ونركز فقط على كأس أفريقيا، لأننا نعلم أن الأمر لن يكون سهلا على الإطلاق. بالطبع نعلم أن الجميع ينتظرنا، حتى لو قال المدرب أننا لسنا ضمن المرشحين، ونحن نعلم في أعماقنا أننا جزء منه. إليكم الأمر، هناك عدد قليل من الفرق اللي من المتوقع أن تكون قادرة على القيام بذلك، لكن نعلم أنه لا توجد حقيقة في كرة القدم. الحقيقة الوحيدة هي الميدان، لذا نحن نعلم أننا ننتظر ونحن مستعدون لذلك، وسنظهر وجها جميلا وحضاريا للمغرب في كوت ديفوار. أولا وقبل كل شيء شكرا لك. نحن نعلم أن لديهم دورا كبيرا جدا في دعمنا. نحن بحاجة إلى الجماهير خلفنا. نحن نعلم أن هؤلاء الجماهير سواء الذين سيأتون إلى ساحل العاج أو الذين سيشاهدون المباريات من المغرب سيكونون داعمين لنا. لذا شكرا جزيلا لكم جميعا، ونأمل بإذن الله أن نجعلكم فخورين.